بودكاست الحقيقة. مساء الخير. ضيفي لهالحلقة رئيس المركز العربي للحوار والدراسات الشيخ عباس الجوهري. أهلا وسهلا. أهلا بكم. شيخ عباس، بدنا نبلش نحكي عن المجلس الشيعي الأعلى. اليوم تقدمت مجموعة نحو الإنقاذ اللي كنت أنت جزء منها بإخبار ضدهم بشبهات فساد وهالقصص. يعني حضرتك انسحبت من المجموعة ورديت عليهم بأنك قمت بزيارة المجلس الشيعي الأعلى. أول شيء أسعد الله مسائك ومساء المشاهدين الكرام. يعني هذا اللقاء أنا من بادر لتأسيسه، يعني في قبل الحرب بكم شهر وبوسط الحرب، وكنا يعني نقنع واحد بالليل يغير الصبح، نقنعه من الإخوان اللي بعده. مش مشكل، هيدا بالأخير هيدا لا يعدو كونه يعني لحظة موقف، وإلا شو يعني، شو هو يعني مجموعة سياسي، حزب سياسي وانسحبنا، ما لا قيمة. المهم الأهم إنه من يضع أولويات المواضيع وأولويتها وأهميتها وصحتها. المجلس الشيعي أول شيء من منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، مش هيك؟ فإنك جاي هلأ تحمي اللواء مكافحة الفساد لمؤسسة بالأخير هي ضمن نطاق المؤسسات الدولة. بس هي في يكون فيها اشخاص عم تغلط، يعني أوكي، ماني عم اقول معصومين، بس انه انت اليوم تتصدى لهذا العمل بلحظة يقال انه موارد المجلس، وقبل هلا كمان كان في خطأ فادح. كنت على طاولة إعلامية، يعني على التلفزيون بحلقة مباشرة، وطرح أحدهم انه واصل للطائفة 40 مليار دولار، وانا ناقشته على الطاولة، وبعدين زعل انه كيف انه ولو مش على قدام الناس. في ارقام عم تنكب، في اللي مش منتبه انه في خطة، لانه نحن بكره اذا ما حدا بده يعمر وبدنا نعاقب لتبقى بيوتنا مهشمة ومهدمة، قد نذهب الى انشاء صندوق بياخد شكل قانوني، وهو تبرعات. يعني انت هلا ضد انه اسمحي يتقدم لي بس لحتى اقول لك انه عم يحاولوا يشككوا في فريضة الخمس، انه الناس ما بتوصل الحقوق الى مستحقيها، وهذا شيء منه صحيح ابدا. اضف الى ذلك انه المعلومات اللي عم تيجي مسربه من شخص عنده طموح ان يترأس لجنه في المجلس. بس هن مقدمين ادله، ما في ادله، لا اسمحي لي، الادله ما في اصلا، لا ترقى لان تكون دعوه، لا ترقى لان تكون، لذلك سموها اخبار. خلوني اقدموا فيها دعوه، لانه هي مؤسسه أول شيء لازم تكون اخبار. ايه لا، لانه هي مؤسسه. اول شيء بدك تقولي انت انه الشيخ علي اخذ جناح الوقف، وانه هاي الوقفيه شو هالمنطق يعني؟ ما هو قاعد ببساطة. بملك اجمالي، ما هو هلا رئيس، هو يرأس، يعني هو يرأس المجلس، منتهي ولايته بيروحوا بغيروا نواب، بيدعوا لانتخاب. انا ما بيعنيني بالشخصي، انت ليش؟ انا ما بيعنيني بالشخصي الشيخ علي، وانا اصلا يعني كان في لي مواقف من المجلس، بس مش جايين نحن. اخر ما تبقى، ما تهشمت كل مراكزنا، هلا اخر ما تبقى من مؤسسة دينية يمكن لها ان تقوم بواجبات معينة، مطلوب تهشيمها. والمشكلة انه مش بس هن اللي تصدوا لها، هيدا وضح الصادق، ما تصدى وحكي على وبالتالي لا، في لحظة
وفي اكثر من جهه عم يعني انت تستهدف. تعتبر انه مؤامره ضد المجلس ما الشيعي؟ بدي اقول، ما بدي اسميها مؤامره، بدي اقول انه زلق الشباب، زلق احدهم يعني على هذه الرقعه. وانت ضد انه اليوم وانا ضد، يفتح هول فانا قلت الملفات؟ له انه انا مش مع هذا، وهو ليش؟ سالني قبل بيوم. ليش انت ضد؟ ليش انه فينا العداله تاخذ مجراها ويصير في تحقيق ويثبتوا انه ما في شيء؟ لذلك انا في اخذ رايي اللي انا لست معه وهو بياخذ. لذلك انا ما هاجمته بالاعلام، يعني ما طلعت حتى لا يقال اني اطعن باصدقائي، بس هو كفى بطريقه فيها انفصاليه وفيها يعني خير ان شاء الله، اخر همي يعني، لانه انا يعني تحملت عبء هذه الشراكه وبالتالي يعني بدنا نتعلم على الديمقراطيه. هذه الطرق يعني نحن بنعمل طاولات وبنبعث فيها مراسيل لمن يعنيهم الامر لنستجلب شيء من يعني انت برايك اللي صار اليوم هو للفت النظر للدعم؟ ايه مش اكثر يعني شغله. وانت ضد هيدا الشيء؟ لانه ما بتزيدك نجوميه ولا بتنقصك، ومنا قضيه رابحه الا شوشره وقله يعني تهشيم ما تبقى من مؤسساتنا الدينيه. يعني انت ضد لانها هي مؤسسه دينيه؟ مش لانه مؤسسه دينيه، انا مع محاسبه اي انسان. بس وين المشكله اليوم؟ هن مش عم بيهجموا على المؤسسه كمؤسسه، هن عم بيهجموا على، او مش عم بيهجموا، هن عم بيقدموا اخبار انه في اشخاص عم بتغلط بقلب هيدي المؤسسه. ايه مش والمحاسبه مطلوبه اليوم. اذا نحن ما حاسبنا، بس نحن لنصير فوضويين مثل ما الشارع. ما هيدا منه فوضى. اذا انت مشيت بالاجراءات القانونيه وقدمت اخبار، هيدا منه فوضى. اول شيء انت راسلتي المجلس عليهم، يعني انت بتراسلي اول مره، بتطلبي كشف اوراق، هيدا شغله القضاء، معلومات. لا قبل انت عم تدعي، انت عم تخبري. بماذا اخبرتي؟ بدي اقول لك بماذا اخبر. هذا الاخبار على شو ارتكز؟ على انه رئيس الطائفه قاعد بشقه للطائفه؟ شو هالمنطق هيدا؟ شو هيدا يعني سخافه. 2، هي القصد على المبلغ الذي احتجز في المطار، والمجلس قال انه تبرعات. طب اذا اليوم طلب انه التحقيق، يعني مثل ما طلب وضح الصادق، انه التحقيق بمصدر هذه الاموال، انه بركي هيدي الاموال جايه من مصدر. قد ما بدك، بس ما لك حق تشهر وانت بتعرفي اللعبه الاعلاميه من انه نحن ما قلنا، بس يمكن تكون هذه من مصادر مخدرات وتجاره اعضاء، وبعد شوي حيقول تجاره يعني. هيدا الطريقه بالتشهير مش مسموح. روح اعمل شغلك القانوني، روح اعمل شغلك القضائي. وبعدين الدولة قامت بالمهمة، منا عايزته لا لوضح الصادق ولا عايز، بس في تشهير. مش عايزتهم الدولة، قايمة بالمهمة والمجلس عليها أن يقدم الإثبات بالمصادر، والأمور سالكة بمجرى قانوني. يعني مش أنت عم تقول للدولة روحي جيبي هذا المبلغ، ما هي اوريدي مصادرته من المطار وهي بدور محاكمة فيه. الشوشرة له علاقة ما أنا كمان كرجل دين قبلت بالآخرين اللا دينيين، وبصراحة هناك الكثير ممن لا يحترم الدين. بس في اختلاف اليوم، بغض النظر يصطفل، بس ما يهين الدين. اسمعيني، أنا هلأ ماني جاي، يعني مش جاي أعمل معركة الدين ولا يصطفل، بس أنا قبلتك بما لديك على أساس أنه نحن فينا نكون أفراد مواطنين، طبعا. كل واحد له مشرب، كل واحد له. لا، ما احترمت هذه الشراكة، ما احترمت يعني سنخية عملي، وبالتالي يعني لا يمكن انه بس هي شيخ، بس الامور منا شخصيه لهالدرجه، يعني مش لانه مجلس شيعي، لانه ما انطرحت بشكل ديمقراطي حتى على مستوى هالمجموعه، انه نحن درسنا هذا الموضوع او بدليل انه في اخرين كمان قالوا لهم ما فينا نكون نحن بهيك عمل. ما بدي اسمي، بس هو راح مشي فيها، لانه وبعدين هو راح شارك
شارك من خارج اللقاء. ونحن بنعرف يعني انه يعني هلا اذا من يعني بنشرح اكثر بنطلع اشياء ما حابب اني اطلعها. بس انا بتقديري في بعض الناس ابتزت بهذا الموقف ابتزاز للذهاب الى طرحه بشكله اللي شفناه. وبتقديري برجع بقول لك لا بيوقف حركة القضاء إذا في شيء، ولا بتسرعي. أنت لستي إلا ضمن الشوشرة. لا الشوشرة مش تضوي لحتى الناس تروح تشتغل. ما هو هذا المبلغ اللي جاء اللي يعني تبرعا مصادر، وما يعني ما زالك تحت يد القضاء. فما في زيادة، في بس شوشرة إعلامية بتشوشر فيها بأي لقاء إعلامي بتحكي بدك إياه. بس إنه تختار عنوان ارتضينا عليه لإنقاذ البلد لأخذه باتجاه ما تريد، هذا مش ديمقراطي. يعني ما نحن منا ديمقراطيين بالشرق يعني. واللي بيعيب على هذه المؤسسة ما هو يعني إذا استلم بيرو صغير بالدولة شفنا شو بيعمل. يعني كمان إنه كل واحد عم يقول لك من كان بلا خطيئة فليرجمها بحجر. يعني ما نروح على الآخر لأنه بتروح بالأمور بالشخصية. طب إذا بدنا نرجع للنايب وضح صادق، أنت عملت هجوم عليه، يعني حتى أنه وصلت أنه طلبت منه يعتذر، ووصلت للتحريض أنه بهدر دمه. بالمقابل مجموعة نحو الإنقاذ ما كان فيها ردة الفعل العنيفة تجاههم. ليش؟ ما برجع بقول لك لأنه هني أصدقاء، مش لأنه أصدقاء، لأنه نحن فريق واحد. فقلت أنا نفس الموضوع بدي واجهه، أنا بدي واجه موضوع، ما بدي واجه أشخاص. فحتى لا يقال أني أنا يعني أطعن بأصدقائي، فواجهت الموضوع الذي تناوله. وبالتالي يعني يسري عليهم عدم يعني ماني مؤيد هذا الدخول وهذا النشر اللي أنا بعتبره أنه مسيء، خصوصا أنه منه بمسار قضائي ولا حيتاخذ بمسار قضائي. بموضوع وضح الصادق أنا كمان ما بروح بالشخصي مع حدا، وبضل عندي رجل محترم ما لي دخلي فيه. بس هو راح معي بالشخصي، هو حكى لي بالشخصي بالوقت اللي راح يستجدي عند نواب حزب الله، وانه لا انا والنواب حزب الله بحكي وبقعد بالمجلس واستفل انت وياهم يعني. وهون ما بينقال عنك جاسوس لحزب الله، ما بتقعد مع الناس، بتقعد مع بعضها طبيعي. انا من دعاة انه يكون في يعني وصال مع كل المكونات اللبنانيه. بنختلف، هلا بختلف انا وياك، بس في ضل احكي معك وفي ضلك تحكي معي. الخلاف هو بفكره، مش بختلف معك انا بالشخصي. طب هلا رحتوا على القضاء اليوم هلا بعد؟ هلا هو مفترض انه يرفع الحصانه عن حاله ويروح يتقدم اذا كان هو متضرر من كلامي اللي انا بعتبر انه اللي قالوا على المجلس تجني. هو رجع قال انا ما قصدت المجلس، انا عم بنصح المجلس. ما زال انه ما قصد المجلس، يعني سالبه بانتفاء الموضوع. يعني القضيه ما بتعود موجوده لانه هو ما طعن بالمجلس. اما الحديث الاعلامي لا، انا بشوف فيه انه اهانه، وحنفرغه ونروح نقدم عليه كمان دعوه مثل ما هو بده يقدم دعوه انه نحن يعني بتصير كل واحد بده يقدم القضاء، ونحن نتعلم انه القضاء هو يفصل بيناتنا. مش مشكله، بدنا يعني منا غلط، لا غلط منه يروح على القضاء ولا غلط مني يروح على القضاء. وكمان ما غلط انه اذا في اخطاء عم ترتكب باي مؤسسه بالدوله انه يتضوى عليها. شو انا المجلس شو مستفيد منه؟ انا المجلس يعني انه هي منا شخصيه مع فكره المجلس. لا انا هي فكره هي موضوع حساس. يعني تصوري انت يطلع نائب شيعي يحكي عن ما في مؤسسات دار الفتوى، انا اول واحد بتصدى له وبقول له بس اذا دار الفتوى في اشخاص عم بيحكي فيها نائب من دار الفتوى، بيحكي فيها ما ضل فيه الطائفه السنيه. لانه ما لازم يعني حدا ينتقد غير طائفه. لا بينتقد، بس نحن في اعراف بلبنان، في حساسيه انه هلا ما في ملف عندك غير هذا
لا في انت يعني انت قصدت. وانا قلت هون انه في بعض النواب المسيحيين عرضت قدامه هاي ما تبناها ولا حكي فيها. انه ليش انت بدك تحكي فيها؟ انه سهل صار انكم تهينوا كل مقدساتنا. يعني انه هلا ما انا برجع بقول لك انت هلا اعتبرت انه بعد اللي صار ايه طبعا انه نحن طائفه مهزومه ولازم ينحكى علينا من صغيرنا الى كبيرنا. ما هيدي لا، ما هون اللي وليش ردة الفعل؟ شو انا اللي حركت الجماهير الغاضبه ضد وضع الصادق؟ لا مش انا، تحركت جماهير. هو كاد يعني ليش راح قعد مع نواب الحزب وقال هو بالصحافي انه قعدت مع امين شري وقعدت مع علي فياض. ايه رايح يقول لهم انه انا ما عم بعمل شيء. مع بعض. مش لانه النواب بيقعدوا مع بعضهم، لانه جاي يقول لهم انه انا ما قصدت الاهانه بالمجلس. جيد قولها بالاعلام، شو المشكله يعني؟ قصدي مش انا اللي حركت له، بالعكس من الناس يعني لحالها بدها كلمة على ليش ما أخذت هذا الشكل على الشباب؟ إنه طيب أنتم ماشي الحال من البيئة، حقكم تقدموا بدعوة، وهي الدعوة خلوها بسياق الدعوة. يعني طيب رايح أنت تقدمي دعوة، لما بيعطيك القضاء بتقولي شفتوا إنه أنا قلت، بس الشوشرة الإعلامية إلها معنى. طيب هاي الشوشرة الإعلامية بيدعوا عليك بكرة إذا قضيتك لم يؤخذ بها إلهم حق يدعوا عليك. يعني شو بنكون انه اليوم لانه القاضي بيحكم ب20 مليون بالقدح والزام، يعني شغله بسيطه انه يلا ايه بندفعهم. مش هيك، بدنا نتعلم انه في خطوط حمراء وبتعمل فتن. بس كمان بدنا نتعلم انه ما حدا فوق القانون، يعني اللي بده يغلط بده يتحاسب. يا ريت. وانا لانه ما في حدا فوق القانون بنروح للاخر وبنروح بكل شيء وبنصير نعمل اخبارات باللي نعرفه وما يصلنا. مش مزبوط هيك. يعني هيك نحن ضيعنا البوصلة. نحن كان عندنا بوصلة عم نحطها بنحو الإنقاذ باتجاه، ليش سميناها إنقاذ؟ إنه بلد مهترئ وبلد، وبدنا نطلع من الحالة الاعتراضية. يعني ما عندنا معارضة. قلنا ما عادش في معارضة. يعني هلا اللي جاي على آخر الموسم إنه كتير من الناس علقت يعني اشتغلت بزنس على مهاجمة حزب الله. وأنا بعرف يعني ماني غريب عن ما بقى حزب الله حكم الدولة، ما بقى حزب الله يعني مهيمن، لا متسلط ولا مهيمن وبالتالي وبكرة إذا صار الاتفاق بالإقليم يعني ساري المفعول. كل هيدي الترهات روحوا لنبني بلد. نحن صارنا 3 أشهر هلا عاملين يعني منتخبين رئيس ورئيس حكومي. اليوم بعد الكهرباء مثل ما هي، وبعد الطبابة مثل ما هي، وبعد التعليم مثل ما هو، وبعد الطرقات مثل يعني نحن كنا نتسلى بشيء غيره. يعني قصدي اقول انه خلينا نصب اهتمامنا على كل هالوضع المهترئ، على تقريب المساحات بالمجتمع. انه نحن بيطلع لك واحد بيقول لك ما بدنا نعيش مع الاخرين. طيب ما ردة الفعل لما انت بتقولي انا ما بدي اعيش معك وانا بقول لك ما بدي اعيش معك، شو يعني؟ لا بترفع السما عني ولا انا برفع السما عنك. واصلين لهالمرحلة. أنا اللي كان يعني كل نفسي الطويل بالحوار كتر ما في ضغط شعبي خصوصا على بيئة مجروحة. لك ببداية الحال بيقولوا لنا وإذا كان يعني ما بدنا نسمع إنه مجروحة، يعني وآخر همنا تكون مجروحة. طيب يعني واحد ما بده يتحسس معك بكل آلامك. نحن بيوتنا مهدمة. أنا شو دخلني بحزب الله؟ بيتي يعني مهشم. يعني نحن كلنا دافعين ثمن بهذه طبعا لبنان كله دفع ثمن. وبالتالي ما كلمة لبنان مجاملة. لا مش كل لبنان يعني من لا لما بيوقف الاقتصاد عندك وبتوقف الاشغال، يعني اللي ما تضرر بطريقه مباشره عم يتضرر كان بطريقه غير مباشره. لما انت ما بتقدر تروح وتجي والامن منك يعني عايش ببلد يعني بالاخير كان يعني في دائره حمراء. هو يمكن كان في توزع توزع للاضرار. المهم نحن بلحظه بحاجه البلد فيها لحوار، بحاجه لمساحات مشتركه. مش انه ما اتفقنا على هذا الملف ديمقراطيا بنقول هذا ما اتفقنا عليه غيره متفق عليه. وخصوصا انه انا حيدت الخلاف مع هذه المجموعه. يعني انت اليوم انسحبت؟ وبالتالي لا انا ما انسحبت، لكن انا يعني الاستبعاد مهم. لانه انا شايف في استبعاد باكثر من، لانه ممنوع تفكري لحالك.
ممنوع يكون قرارك بايدك، بدك تكوني بقوالب الاخرين. انه اليوم في صراع بالبلد، مقسومه المحاور، لازم تكوني باحدى هاي المحاور. انا ما بكون، انا فوق المحاور وفوق القوالب وفوق انه حدا يعتبر انه انا بشتغل لمصلحته. انا بشتغل لمصلحه الوطن، لمصلحه شعبي، بما ارتقيه وباجتهادي وبرايي. انت صاحب راي، ولا لا تكون اما تابع، كون اما تيجي الخبريه لازم كل واحد يركب عليها يعني لسانه ويمشي فيها. لا، بهالطريقه ما بتكسب مصداقيه لا على مستوى بيئتك ولا على المستوى الوطني. انا اللي عملته بعتبر حالي انه عملت شيء واجب بالنسبه إلي. انا هي مؤسستي، وبختلف مع الثنائي الشيعي بالسياسه، بس هي مؤسستي الدينيه. كيف بدي اقبل لك يعني؟ كيف هاني؟ كيف على الطالع وعلى النازل بدك تلبخ علينا؟ لا، مش مسموح لحدا. هي يعني مسموح. في اختلاف في وجهات النظر اليوم. انت معتبر انه هذا الشيء شخصي واهانه، اليوم انا عم بشوفه انه لا، نحن اليوم في اخطاء، في اشخاص عم تغلط لازم تحاسب. وليش لحتى يعني اذا عم نحكي عن نحو الانقاذ بنبلش من عنا، انه بنحاسب، بنشوف وين الاغلاط لحتى نكون يعني مصدر ثقه للاشخاص اللي بتآمن يعني فيه. انا بقول لك من هلا ساقطي حكما انه شو يعني شقه هي للمجلس قاعد فيها من هو اليوم في موقع نائب رئيس المجلس. شو هالمنطق؟ بتعرف الاوقاف وانت ادارتها، بتعرف حقه الشرعي شو، ما بيعرف انه لانه هو اللي بده يصلي فيها. هيدي الصلاه بدها تكون بمكان مش مغصوب. انت بدك تعلم انه كان واحد شرعي او مش شرعي، عيب. هيدا حكي سياسي بيمشي وين ما كان، بس انه توصل لاشياء لا فيها بعده الدين والمؤسسه الدينيه بعدها لها قداسه. مش مثل الغرب بيقدر الواحد يعني يهين الكنيسه وهي ديمقراطيه وحريه. لا، بده يسمحوا لنا ديمقراطيتهم بتوصل لحدود ما تمس بالاخرين، ومش انه مفلوته الامور. لانه نحن شفنا في هجمات على الدين، مش على الدين الاسلامي، على الدين بشكل عام. يعني انت شوفي باوروبا مثلا ما بقى في للدين محل، وهن بيحاولوا يعملوه. حتى بلبنان اللي المكونات الدينيه متمسكه بدينها، يعني المسيحيين في كنيسه ممنوع قله احترامها، بس في لا دينيين بيحاولوا انه يحتقروا كل الاديان وبيعتبروا انه هاي حريه. نحن مش عم نحتقركم باختلافنا لنمط عايشكم، بس انتم ما بتحتقرونا. نحن مش عم نتنمر عليكم وعم نقبلكم بدليل بنقعد مع كل العالم وبنقعد. ما بفرض الحجاب عليك، انا بقعد انت هيك بتظهري بالحياه، وانا يعني ما عندي فرض عليك بشيء، بس انت ما تفترضي علي كمان طريقه عيشك. انت حره، حريتك هون بتوقف. لا، صرنا شايفين انه في عمل مبرمج. انا ما يعني لا، مش مؤامره، في شغل، في ثقافه، هيك ثقافه الحداثه يعني متوحشه على الاديان. لا، نحن احترمناها بتطورها العلمي، احترمنا، بس مش انه تهدم قيمنا الدينيه وتهدم يعني بعض مقدساتنا. انا ما عم اقول الانسان مقدس، عم اقول الدين مقدس. انا بغلط والشيخ فلان بيغلط بس الهجوم بهالطريقه، وانا شفته. طيب، ما انا شفت محطات مكبت هاي الارقام ومش صحيحه. طيب لو واحد حاصيلك انه انت قلت هيك بالتاريخ وانت بيعمل عليك دعاوي. فلذلك لا، بدهم ينتبهوا، هن حرين بطريقه عيشهم يختاروها، بس ما يفكروا انه مسموح لحدا اهانه الدين. ننتقل لموضوع انفجار المرفأ بإيران. أحد المرافق بإيران صار فيها انفجار بيشبه نوعا ما الانفجار اللي صار ببيروت بوقت في مفاوضات أمريكية إيرانية. قديش متصلين ببعض هول الحادثتين؟ لا شك انه المفاوضات الإيرانية الأمريكية تسير، وأنا يعني أغلب الظن أنها إلى نهايات سعيدة بالنسبة لي، لأنه أنا بيهمني إيران تعود إلى العالم، إلى العصر، وأن يعني تتخلى
أو أي أن يخف منسوب الخطاب الأيديولوجي لديها لصالح الخطاب الواقعي.